بس شيخ كنت عايز استفسر منك بس على حاجه. اتفضل يا اخويا. موضوع عن الجيران وكده. نعم. ماشي اتفضل. انا حضرتك البيت عندي المناور بتاعته بتسمع على اوض النوم. تمام. فانا عندي جاري بساله الصبح لقيته نازل من البيت، فبقول له حضرتك العيال عندك صوتهم عالي قوي بالليل، فيا ريت يهدوا الصوت شويه. نعم. العيال يعني اطفاله يعني؟ لا يا فندم، يعني عياله، مراته، زوجته، يعني احنا ما بنقولش على الحريم يعني اسمائهم يعني. تمام. نعم. تمام. فبقول له يعني ايه صوت الاولاد عندك صوتهم عالي قوي بالليل في المنور وبيسمع عندي في اوضه النوم، فيا ريت يعني ايه الصوت يهدى شويه. فلقيت الراجل بيقول لي انا حضرتك انا بشتغل من 7 بالليل لحد 7 الصبح. تمام. طب استنى لحظه واحده يا استاذ خالد، هو يعني زوجته مثلا بتزعق للاولاد بالليل؟ لا يا فندم، هو الصوت انا عايز اقول للشيخ يا زي ما يكون. انا فهمت. فهمت حضرتك. طيب. فهمت انا كمان. اتفضل. تمام يا شيخ. فبساله فلقيته مش عارف حاجه، فانا مش عارف اتكلم معاه الصراحه تمام. انا بس استنى، بس انت لخبطتني. يعني انت حضرتك بتقول له انت الصوت عندك عالي بالليل، قال لك انا مش موجود؟ قال لي انا مش موجود في البيت من 7 بالليل لحد 7 الصبح. طيب ده مش عارفه ده معناه ايه يعني؟ فانا عايز اعرف هتكلم معاه اقول له في حد بيجي عندك البيت طيب بالليل؟ لا. او انت مش موجود او ايه بالظبط؟ هذا هو السؤال. في سؤال تاني؟ لا شكرا. بص صلى على الحبيب. شكرا. اتفضل. ليس لك. وانا مش لا هو بيحاول يقول ان هو احنا عندنا طبعا انت عارف العمارات قريبه ولازقه ببعض. المنور بيبقى منفذ على 5 6 شقق. ايوه. فهنا اوضه النوم جنب شباك اوضه النوم، فهو بيسمع يعني كأن امرأة مع زوجها. تمام كده. يعني اصوات علاقه بين الرجل وبين حد بيكلم حد بيقول له كذا. ده اللي انا فهمته من السؤال وده اللي فهمه لي. والراجل مش موجود. فهو يعني قدرا بيقابل زي صاحب او جاره الصبح، قال له الوضع 1 2 3، فكان رد جاره ان انا ببات في الشغل من 7 لحد ايه يعني 7. هو مش موجود. فبص يا خالد، ليس لك من هذا الامر ان تفضح مسلمه، سيبها لعلها تتوب او تفضح، لان كده ما يبقاش هو السبب يعني. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يا مولانا من راى منكم منكرا فليغيره. لا يا دكتور، هذا كلام خاطئ. حينما ياتي المنكر الي واكون قادر على تغييره ساعتها او مسؤول عن هؤلاء، بمعنى ايه؟ يعني والعياذ بالله لو فعلا الست دي بتعمل والعياذ بالله خطيئه يسيبها؟ ملوش دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم حين نمي الى علمه وقال رسول الله فيما اخبرنا به الامام الترمذي في سننه اني رايت فلانا يعلو فلانا، واحد بيقول انا مش شايف واحد على ايه؟ واحده. فقال له النبي هل سترتهما بثوبك؟ واحد يقول لك النبي بيقول الفاحشه. لا، مش بيقول الفاحشه. هو هنا احنا بنحاول ان احنا ما نشيعش الفاحشه فين؟ في المجتمع. خلاص. طالما الموضوع ما انتشرش والموضوع ما اصبحش فضيحه، انت مالكش دعوه، ما تخبروش بشيء. تمام كده. لان هو الله عز وجل ربما ياتيها الفرصه من الله في التوبه. تمام كده. وربما انت لم ترى بعينك. احنا عارفين حد الزنا ان يشهد 4 شهود عدول. مجرد السماع مش شرط. لا ليس هذا. انا اسف في التعبير، اسف يعني لهذا الكلام، ولكن ربما هذه المراه يعني مع نفسها. تمام. فانت ما شفتش بعينك ولا رايت بعينك ولا شفت، حتى لو شفت وانت واحد لا يحق لك ولا يصح لك ان تشهد عليها بالزنا. لكن ما عندهوش اي حقوق للجار ان هو ينبهه على هذا الامر. يا دكتور هينبهه ازاي؟ النهارده لو نسال الله العفو والعافيه، لو رحت قلت لفلان انا سامع زوجتك مع كذا، هيعمل ايه؟ هيرتكب جريمه. صح ولا غلط؟ ماشي، ممكن يروح فانا بقول علشان خاطر امر مشكوك فيه لا يصح ان تؤتى به الحدود. علشان كده النبي قال ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. ليه؟ لانه قال في حديث اخر هذه القاذورات تمام لو صحت هي ان فعلها العبد فهو الى الله، ان شاء تاب عليه وان شاء عذب، وما اتانا منها اقمنا عليه وانت عارفه المغامديه لما جت للنبي وصلى عمل لعلك فاحنا لا نستر وربنا يستر الجميع ويسترها علينا. على اهل المدينه لوسعتهم.